لو لسه ما جربتيش تقلي التونة اتفرجي على الفيديو وانا هقولك ازاي هتقلي التونة بطريقة سهلة وحلوة جدا جدا وتتبيلة خطيرة جدا جدا. لو لسه اول مرة بتتفرجي عليا يا ريت تعملي لي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. دي سمكة تونة تمام، وزنها حوالي كيلو او كيلو الربع او كيلو وربع كده يعني. جبتها ونضفتها كويس وغسلتها كويس جدا جدا ونضفت بطنها كويس جدا. هبدأ بقى اقطعها كويس قوي، هقطعها حتت كده صغيرة علشان تستوي معايا لان انا هقليها. تمام، ممكن لو انت عايزه تعمليها باي طريقه تانية، ممكن عايزه تقطعيها باي شكل تاني، عايزه تخليها. انا بحب اقطعها كده. طبعا لو هي لو السمكه معاكي طازه هتقطعها كويس جدا زي ما انا بقطعها كده. السمك كان معايا طازه قوي، كنت بقطعها بطريقه سهله ومش بتتهرى معايا خالص. قطعها بقى بالمقص بالسكينه باي سكينه حاميه معاكي طبعا. بس بقى غسلتها كويس قوي بعد ما قطعتها، نزلت عليها بقى بكمون وكزبره ناشفه وملح. والتتبيله بقى اللي انا ضربتها كده في الكبه اللي انا بحب احطها قوي، اللي هو ايه بقى، بقدونس وكرفس وتوم وفلفل حامي او بارد زي ما انت عايزه، وعصور ليمون بقى كميه ليمون حلوه كده عليها بقى. وسيبيها، سيبي التتبيله دي كده بقى شويه حلوين كده، ساعه كده او اكتر زي ما انت عايزه. بعد كده بقى هحط الدقيق اللي انا هقلي بيه. هحط بقى الدقيق ده نص كوبايه دقيق، حط عليها ربع معلقه ملح. وحطيت عليها لان طبعا السمك فيه ملح، حطيت ربع عليها ربع معلقه ملح وربع معلقه كمون وربع معلقه كزبره ناشفه. بس انا بس ببهر الدقيق بس وخلاص. زيت سخن بقى، سخن كويس قوي. وهبدا بقى انزل بالسمك فيه كده واحده واحده اللي انا مقطعاه ومتبلاه كويس قوي، هنزل بقى بيه في الزيت كده السخن. وهسيبه طبعا، مش هقلب غير لما السمك يبدا يستوي كويس. وبعد كده بقى لما ياخد لون حلو كده ذهبي جميل قوي ابدا بقى اقلب على الجنب التاني. بس النار طبعا ما تكونش عاليه قوي ولا واطيه قوي، يعني درجه حراره كده متوسطه. بيبقى السمك معاكي مقرمش بقى كده وطري من جوه ومستوي وطعمه جميل جدا جدا. بس كان ده شكل النهائي بتاع السمك وكان جميل جدا. ممكن بقى تقدميه مع رز بالبصل او ممكن تقدميه مع رز ابيض، انا بحب اكله او مع الرز الابيض. وسلطه بقى واي حاجه كمان معاكي لو حابه تقدميها. طعمه فظيع جدا جدا. تعصري عليه ليمون بقى لو حابه. بس ده كان شكله النهائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.